مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض كيكة الشاي. كيكة بسيطة وسهلة بدون بيض، شغلتها كتير كتير سهلة. طبعا تلاقوا المقادير كلها موجودة تحت بصندوق الوصف. بالبداية هون بدي جهز عندي كوب الشاي. أنا حطيت هون ظرفين لحتى يصير عندي أسرع وتعطيني هيك الشاي يكون مركز. بتركها شوي هيك لحتى ياخد الشاي ريحته وتطلع النكهة منه. رح ضيف هون نص كوب من السكر. طبعا لما تشيلوا انتو الأكياس بتنقص شوي المي، فبدي ارجع اضيف عليه مي لحتى تصير عندي كوب كامل. ضفت كوب الشاي على السكر، بحركهم شوي بيذوبوا بسرعة لأنه هو المي سخنة. رح أضيف عليه 3 ملاعق من الزيت وظرف من البيكنج باودر، خلطهم مع بعض. تقريبا هون 3 كوب مربى الفريز. أي مربى عدكن، فيكن تحطوا مربى جزر، مربى التوت، المربى المتوفر عدكن. أنا اخترت مربى الفريز، وأنا عاملة طريقة كمان مربى الفريز، حابين تشوفوها بالقناة موجودة. رح أضيف هلا الطحين، رح أضيف بالبداية بس كوب. خلطهم هيك مع بعض. وبضيف عليها للكوب نص كوب من الطحين. يعني أنا استخدمت هلا هون كوب ونص. فيكن طبعا انتو يفضل تستخدموا الكوب اللي تبع الطحين نفسه يكون الكوب اللي عيرتوا فيه الشاي والسكر، مشان تطلع المقادير عندكم مظبوطة. جهزت هذا القالب هون، حطيت فيه ورق زبدة. فيكن تدهنوا القالب بالزيت أو تدهنوا بشوي من الطحينية كمان بصير. ننزل فيه الخليط. هلا بدي احطه بالفرن على درجة حرارة 180. بشعل عليه من تحت. وبياخد معكم يعني تقريبا بحدود 20 دقيقة بياخد معكم وقت، طبعا حسب فرنكن. راح اشعل عليه بس من تحت. انتو تحبوا تحمروه هيك شوي من الوجه، فيكن تشعلوا عليه شوي من فوق تحمروا وجهه بيكون جاهز. بعد ما طلعته من الفرن، شايفين كيف صار؟ لساته انا حار عندي، بدي طلعه مشان اتركه لحتى يبرد. شايفين كيف منظره؟ بعد ما برد بدي زينه بشوي من السكر البودرة. طبعا انتو اذا عاملين كريمة فيكن تزينوه بالكريمة، كمان بيعطيه منظر كتير كتير حلو. رح اسقطها لحتى تشوفوا كيف تكون من جوا. شايفين كيف هيك حبات الفريز واضحة جواتها؟ بما انه انا حطيت مربى الفريز جواتها، فقلت يعني حبيت زينها كمان بشوي هيك على الوجه، تعطيها طعمة طيبة ومنظر كتير كتير حلو. كيكة بسيطة وسهلة مثل ما شفتوا، ما بتاخد منكن وقت وشغل. طعمتها كتير كتير طيبة. بتمنى انكم تجربوها. اذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوني من اللايك والاشتراك، بحبكم نشوفكم بالفيديو الجاي.